السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. كل سنة وانتم طيبين واحنا طيبين، والأمة الإسلامية والعربية بخير، وداخل علينا أيام مفترجة. وقلنا نعمل أول حاجة الرقاق، اللي طبعا مفيش بيت من بيوتنا المصرية بيخلى منه في أيام العيد إن شاء الله. انا هعمل معاكم ان شاء الله الرقاق الطري، يا رب يعجبكم وينور رضاكم. هنا جبنا كيلو دقيق ونخناه، وحطينا عليه معلقه من بتاعه الشاي ملح ومعلقه من بتاعه الشاي سكر، ودمجتهم مع بعض. وبعد كده جبت كوبايه لبن رايب، كوبايه كبيره او مج كبير لبن رايب، وضفتها على الدقيق بتاعي. وبعد كده جبت كوبايه ميه من الحنفيه بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها، ميه من الحنفيه عادي، وضفتها على الدقيق بتاعي، وعجنت زي ما حضراتكم شايفين كده. وبدي العجينه بتاعتي او الدقيق بتاعي ميه على قد ما يحتاج. فانا حطيت هنا كوبايه اللبن الرايب، وحطيت كوبايه وربع من الميه. وبعد كده العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفينها اهي جميله وسلسه معايا. حطيت دهنتها زيت من فوق، وهشيلها وادهن تحتها زيت، واسيبها ترتاح لمده ربع ساعه. بعد كده سبتها ارتاحت ربع ساعة، وبعد كده هشكلها واعملها كرات صغيرة زي ما حضراتكم شايفينها، زي البرتقالة الصغيرة اللي في ايدي دي كده، او قد البرتقالة الصغيرة. ده الحجم اللي انا حاولت اخلي كل الكرات بتاعتي تبقى قد بعضها بالحجم ده. هخلص الكمية بتاعتي بقى كلها اللي هي كيلو الدقيق، وبعد كده هسيبها ترتاح شوية. وبعد كده نشوف هنشكلها مع بعض واحدة واحدة ان شاء الله. الطريقة بالنسبة لكم وبالنسبة لي هي سهلة جدا جدا جدا، ومفيهاش اي مكونات صعبة ولا فيها اي حاجة دقيقة ولا حاجة ولا معايير مختلفة يعني ممكن تلخبطنا. لا، هي كلها شوية مية وشوية دقيق وشوية ملح وشوية سكر، وعملنا ايه الرقاق الطري في البيت بدل ما احنا بنشتريه بالشيء الفلاني من بره. طبعا دلوقتي الموسم بتاع الافران او المخابز اللي بتبيع الحاجات ديت، فبتباعها بالغالي. فاحنا وفرنا على نفسنا وجبنا كيلو دقيق وعملناها في البيت، وطلع افضل بكتير، وعمل معانا كمية وفيرة بالكيلو الدقيق، احسن بكتير من اللي احنا هنشتريهم من بره. هنا جبت بقى سبتها ترتاح الكرات بتاعتي، سبتها ترتاح بتاع 10 دقايق ربع ساعة. وبعد كده هفرد كورة كورة زي ما انتوا شايفين كده. حطيت شوية دقيق وفردت الاول بايدي، وبعد كده جبت فردة العجين وهفرد لحد ما العجينة بتاعتي تبقى سمكها رقيق جدا او رفيع جدا. وزي ما انتم شايفين طول ما انا بفرد لازم يبقى فيه دقيق من فوق ودقيق من تحت على العجينة بتاعتي، علشان ما تلزقش في الرخامة وما تلزقش في الفرادة اللي انا بفرد بيها دلوقتي. هفضل افرد بيها بقى لحد ما السمك بتاعها يبقى رقيق جدا. هو اسمه رقاق طبعا عشان الطبقة بتاعته بتبقى رقيقة جدا. هفرد بقى واركن جنبي كده على الرخامة، هحط عليه دقيق واركنه واغطيه. هعمل كام واحدة كل مرة، هعمل كام واحدة يجي 3 4 كده واركنهم، واعمل 3 4 واركنهم. وبعد كده هجيب صينية عادية من بتوع البيتزا او من اللي بيدخلوا الفرن، وهحطها على الفرن على البوتاجاز من فوق. وبعد كده هوطي النار او هخلي النار هادية جدا. وبعد كده هسوي على الصينية بتاعتي ديت الرقاق بتاعي واحدة ورا واحدة. وطبعا لو احنا عايزينه ناشف بنستنى عليه شوية لحد ما لما يستوي سوا كامل، وده كده بيبقى الرقاق الناشف. لكن الرقاق الطري انا بطلعه، يعني بشيله من على الصاجة او من على الصينية اللي انا حطاها اسوي عليها، يكون يعتبر طري نص سوا. يعني هي مش بتبقى نص سوا، بس هو بيبقى المفروض ما نشفش عليه عشان انا عايزاه طري. وانا بفضل يعني ان انا اعمله طري اكتر من ان هو يبقى ناشف الرقاق، علشان يعني كل واحد حسب فينا ما بيحب او بيفضل. دي الطريقة بتبقى اسهل بالنسبة لي لما اجي استخدمه واعمله صينية مثلا. بتبقى الطريقة بالنسبة لي اسهل، لانه لو انا ما عنديش شوربة انا بجيب شوية لبن وشوية وحتة سمنة او حتة زبدة، وبفرد كده في الصينية وبعمله بحشي الحشوة اللي تعجبني. فبتبقى بالطريقة بالنسبة لي اسهل. لكن الناشف بيبقى بيحتاج شوربة ومحتاج لبن كتير
علشان اعمل طبقات واسويه في الفرن. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، وعامله النار على نار هاديه جدا، وحطيت اول واحده هنا ايه بتستوي اهيت. بصبر عليها لحد ما تاخد لحد ما الطروف بتاعتها الاقيها بتقب من مكانها. اول لما الطروف بتاعتها بتقب من مكانها بعرف هنا هي ان هي خلاص بتستوي. بقوم جايه قلبها على الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين كده، بقلبها على الناحيه التانية. ما بتاخدش معايا مفيش ثواني. وبعد كده اقوم جايه شايلاها، واكون محضره ملايه نظيفه او فوطه مطبخ نظيفه، واقوم جايه حطاها في قلب فوطه المطبخ ومغطياها علشان تفضل طريه والهواء ما ينشفهاش. بعمل بقى كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده اهي، زي ما حضراتكم شايفين قدامكم اهو. انا مش فاصله الكاميرا، بسيبها هي تاخد من اول ما تستوي من الجنب الاولاني والطروف بتاعتها تقب، واقوم جايه قلبها على الجنب التاني وبطلعها او بشيلها طريه زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبقى في ايدي طريه وسلسه ومرنه خالص، وبقوم جايه حطاها في الفوطه النضيفه او في الملايه اللي عندي النضيفه، وبقوم مغطيه عليها. بتفضل طريه من اول واحده لحد اخر واحده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. وهتشوفوا معايا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها، هتشوفوا طري ازاي وجميل ازاي. وضفته وشلته وعبيته في اكياس وشلته في التلاجة عشان كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير. نعمله طبعا في عيد الأضحى المبارك. هنا بصوا اهي كانت بصوا بقى طرية ازاي وبتطبق ازاي في ايدي. هي المفروض تبقى كده لو انا عايزاه طري. لو انت حابه يكون ناشف بتستني عليه شوية، وبعد كده بتطلعيه وبتفرجيه في مكان، وبعد كده بيبقى ناشف بتاخديه تشيليه بقى لحد ما تكوني عايزه تستخدميه. بصوا طريه ازاي وتتطبق زي المنديل ازاي. ليه؟ لان انا حطاها في الملايه بتاعتي النظيفه دي ومغطيه عليها كده لحد ما بقى اخلص الكميه بتاعتي كلها. هنا كنت قلبت الصينيه عشان بيبقى فيه احجام مختلفه. انا حاولت اعمل الكور بتاعتي كلها قد بعضها، بس كان في برضو احجام من الكور طلعت مختلفه. فانا قلت اما اقلب الصينيه علشان ما تطلعش متنيه او تطلع مش مظبوطه. فقلبت الصينيه وبقيت اسوي على ظهرها، وبرضو طلعت بنفس السوى الجميل وبنفس الطراوه بتاعتها اللقمه الطريه بتاعتي. وممكن كمان نستخدمها زي العيش التورتيلا اللي انا ممكن اخده واحشيه اي حشوه تعجبني او تعجب الولاد. مش ممكن اعمله صينيه وادخله في فرن بس، لا انا ممكن احشيه كده، امسكه كده واطبقه كده زي بنعمل في العيش التورتيلا بالظبط، ويبقى ساندوتش يعجب الولاد باي حشوه من الحشوات اللي هم بيحبوها. هنا بقى انا كنت بقول له يعني بوريكم ان دي خلاص كده اخر الكميه بتاعتي، اخر واحده بعملها اهي. وبصوا كميه الدقيق لازم بتبقى كتيره علشان ما تلزقش على الرخامه، وفي نفس الوقت ما تلزقش على الفراده اللي انا بفرد بيها. وبحاول اخلي اللهم صل على النبي الدايره بتاعتها متساويه علشان يبقى يعني زي ما احنا بنقول طول عمرنا ان العين بتاكل قبل البق، يبقى شكلها جميل في التقديم او يبقى شكلها جميل وانا بعملها في الصينيه المخصصه اللي انا هعملها فيه. بنفض بصوا بقى كده، بقول لكم ان انا بحاول انفض الدقيق اللي فيها، وبعد كده بكمل سواها زي ما حضراتكم شايفين على ظهر الصينيه بتاعتي. ده للي ما عندوش مثلا فرن او ما عندوش غير البوتاجاز من فوق يسوي فيه. انا سويت لكم في البوتاجاز عادي من فوق. وهنا كنت خلصت خلاص الكميه. بصوا الكميه بقى بسم الله ما شاء الله، كل دوت الكميه طلعت من كيلو دقيق. وبصوا طري وجميل ازاي، والمقاس بتاعه في منتهى الجمال زي ما احنا حابين. وبصوا بتتطبق طريه وجميله زي ما قلت لحضراتكم. ممكن نعملها زي عيش التورتيلا ونحشيها اي حشوه، فراخ لحمه صدق او بطاطس حتى وجبن تعجب الولاد، وبنعمل لها ونحطها على الجريل كده ويبقى ساندوتش حلو هيعجب الولاد برضو. او ممكن نقطعها كده بالمقص ونعملها زي ام علي وبرضو بياكلوها الولاد وبتعجبهم. ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لي لايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب النهارده اكون قدمت لكم حاجه مفيده ليا وليكم، واشوفكم بكره على الف خير وسلامه.